الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، وهذا هو الذي جاء به المرسلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تأكيدا بعد تأكيد لبيان عظم مقام التوحيد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، في هذا الدرس تكون بعض الكلمات حول بعض عوائق الطلب، والكلام منتخب جله، بل هو في الحقيقة إنما شيء من الاختصار للرسالة العظيمة في بابها للشيخ ابن برجس رحمه الله تعالى، وهي عوائق الطلب، ورسالة جامعة نافعة في بابها، قليلة صفحاتها، جليلة فوائدها. وزدت إلى هذا بعض الفوائد من كتب لعلي أشير إليها في أثناء الكلام. طريقة الدرس ستكون قراءة العائق واختيار بعض ما جمع المصنف رحمه الله تعالى، وإن اقتضى المقام زيادة زدنا إن شاء الله تعالى. قال العائق الأول: طلب العلم لغير وجه الله تعالى، ويعبر عنه بعضهم بفساد النية، وهذا لا شك من أعظم العوائق، ذلك أن العلم اكتسب هذا الفضل لكونه خالصا لوجه الله، فإذا كان لغيره فلا فضيلة له. والله جل وعلا قال: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. الخالص هو النقي عن كل شائبة شرك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال أهل العلم في الأولى قال: فهجرته إلى الله ورسوله، ذكر السبب. أما في الثانية قال ذكر السبب ولم يذكر المآل، قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه. ماذا؟ استقباحا واستنكارا لهذه الغاية الغير محمودة. والنية هي من أعظم الأركان، ذلك بأن العلم عبادة، كما عبر عن ذلك جمع من أهل العلم. العلم عبادة، والعبادة لا بد لها من نية، والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة، ولا عماد إذا لم تبنى أركان. قال الحسن رحمه الله قال: من طلب العلم ابتغاء الآخرة أدركها، ومن طلب العلم ابتغاء الدنيا فهو حظه منها. ولذلك يؤتى بقارئ القرآن يوم القيامة أو بالذي أوتي العلم يقال له: فيما علمت، أو في من تعلمت وعلمت؟ يقول: إنما علمت فيك. تقول الملائكة له: كذبت، إنما تعلمت أو علمت ليقال فلان عالم وقد قيل. ولذلك قال ابن رسلان الشافعي في منظومته قال: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. وقيل سابقا: ثوب الرياء يشف عما تحته، فإذا اكتسيت به فإنك عاري. وقال الزهري رحمه الله تعالى قال: فذلك حظه منها، يعني من الدنيا حظه هذا الذي طلبه، وهو إما ثناء الناس أو حب المدح أو حب الجاه والسلطان، ويأتي في بقية الكلام. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال: من تعلم علما، النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال: من تعلم علما
مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، يعني يوم القيامة، يعني لن يجد ريح الجنة. وهذا لا شك وعيد شديد في من انحرف عن هذه الغاية. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال: من تعلم العلم ليماري به السفهاء أو ليجاري به العلماء أيضا لم يريح رائحة الجنة أو كلمة نحوها. قال سحنون: كان ابن القاسم قلما يعرض لنا إلا وهو يقول: اتقوا الله فإن قليل هذا الأمر، يعني العلم، مع تقوى الله كثير، وكثيره مع غير التقوى قليل. ولذلك ما بلغ السلف من العلم ذلك المبلغ إلا لفرط إخلاصهم وعظم نياتهم في سبيل نشر هذا العلم علما وتعلما وتعليما. قال ابن المبارك: قال: أول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. ولذلك الإمام أحمد لما سئل عن أفضل شيء قال: أفضل شيء العلم، لا يعدله شيء. قال: لمن صحت نيته. قيل: وما صحة نيته؟ قال: أن ينوي بذلك رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره. فرفع الجهل عن نفسه خير لازم له، ورفع الجهل عن غيره خير متعد. ولذلك العلم على الصحيح من أقوال أهل العلم هو من أعظم النوافل، حتى فضله بعض السلف قال: حبر ومداد العلماء أفضل من دم الشهداء. ذكر ابن عبد البر في الجامع أبياتا قال القائل: ومداد ما تجري به أقلامهم أذكى وأطيب من دم الشهداء، يا وارثي علم النبي محمد ما أنتم وسواكم بسواء، لا يستويان مثلا. ويدخل في هذا حب التصدر وحب ثناء الناس على المرء، وهذا في الحقيقة إنما هو من خذلان العبد، من خذلان الله للعبد، والله المستعان. ولذلك قال الإمام أحمد لتلميذه لما بلغه مدح الناس له، يعني جاء تلميذه أبو بكر وقال له: الناس يثنون عليك. في أثر قال: أخشى أن يكون ذلك استدراج. ومرة أخرى قال: يا أبا بكر إذا عرف الرجل نفسه فما ينفعه كلام الناس. وهذا حق، يعني أحيانا قد يثني عليك إنسان بما يعلم من ظاهرك، فلا تنسى أنه لو اطلع على بعض باطنك لغير رأيه فيك، وهذا حق، هذا يقع بيننا. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد لما ذكر مجالسة الإخوان قال: هي على نوعين. النوع الأول مجالسة الشر، وهذه أمرها واضح. قال: والثانية مجالسة الخير، ولكن فيها آفتان. الآفة الأولى قال: تزين بعضهم لبعض، والثاني قال: ضياع الأوقات. وهذا حق، يعني أحيانا ما أجملنا مع إخواننا وما أسوأ حالنا إذا خلونا بمحارم الله، نسأل الله العافية والسلام. قال الإمام أحمد قال أن إذا عرف الرجل نفسه فلا يهمنه كلام الناس. هذا الكلام قد يحمل على أحد محملين، وإن كان هنا الكلام على المدح، لكن قد يحمل أيضا على الذم. إذا كنت أنت على سبيل الحق وذمك المخالفون لدعوة الحق فلا يهمنك فيهم ولا تعبأ بهم. فهمتم؟ يعني كما أنت إذا كنت تعلم نفسك أنك على سوء وعدم إخلاص وعدم تقوى، وإن وصفت بهذه الألقاب الشيخ العلامة أو إلى غير ذلك، وأنت أدرى بحال نفسك، يعني لا تكذب على نفسك. وأيضا لو ذمك الناس بما ليس فيك
وأنت بريء منه، فأيضا إذا عرفت نفسك قد يهون عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف بأنه مجنون وبأنه كذاب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم، وإن كان يحزنه الذي يقولون، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم صدقه، والله جل وعلا فوق ذلك أعلم. ولذلك قال القائل قال: إذا الفتى عرف الرشاد لنفسه هانت عليه ملامة العذال. ولكن هنا المقام مقام الحديث على المدح. ولذلك قال أبو عبيدة معمر بن المثنى قال: من أراد أن يأكل الخبز بالعلم فلتبكي عليه البواكي. هذا يحتاج أن يبكى عليه، لأن أراد أن يأكل بالعلم الخبز، إذن ليس بمخلص، والله المستعان. وذكر أيضا المصنف ابن برجس رحمه الله تعالى قول لحماد بن سلمة رحمه الله تعالى، حيث قال: من طلب الحديث لغير الله مكر به. الله جل وعلا يمكر بك. وقال بعض السلف: العلم موقوف على العمل، والعمل موقوف على الإخلاص، والإخلاص يورث الفهم عن الله عز وجل. ولذلك حتى أن الشيخ ابن عثيمين لما شرح الأربعين قال في المقدمة لما عرض لكلامه عن المصنف النووي قال: والذي يبدو أن هذا الرجل كان عظيم الإخلاص. انظر كيف انتشرت كتاباته، سيما كتابه رياض الصالحين الذي لا يخلو منه مسجد ولا بيت. فهذا والبواطن عند الله، ونحسبه كذلك والله حسيبه. يظهر أن هذا الرجل كان على إخلاص عظيم. قال عون بن عمارة قال: سمعت هشاما الدستوائي يقول: والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل. قلت: والله ولا أنا، فقد كان السلف يطلبون العلم لله فنبلوا وصاروا أئمة يقتدى بهم، وطلبه قوم منهم أولا لا لله وحصلوه ثم استفاقوا وحاسبوا أنفسهم فجرهم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريق، كما قال مجاهد وغيره: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية ثم رزق الله النية بعد. وهذا أيضا أثر عن الدارقطني رحمه الله، وذكره أظن الذهبي في السير. قال الدارقطني رحمه الله تعالى قال: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. وذكره أيضا ابن عبد البر في الجامع. شرح هذه العبارة النووي الذهبي عفوا، قال: مقصودهم كما ذكر هنا ابن عمارة، قال أن المقصود أن قد يطلب الإنسان أول أمره العلم من أجل إما الجاه أو المنصب أو الوظيفة أو الشهادة، أو يطلبه فقط لرفع شيء من الجهل عن نفسه. ثم إذا تقدم في العلم وإذا به يقرأ نصوص الإخلاص ويقرأ نصوص الوعد والوعيد ويحب هذا الدين ويحب هذا العلم، تصبح النية خالصة لله جل وعلا، فينوي رفع الجهل عن نفسه ونفع الناس بعلمه. وهذا يشجع المرء. فلئن غابت النية في الأول فلا تفتنك بعد. وأعظم أمر هو الإخلاص أولا وثانيا وآخرا. ولذلك في قصة ذكرها المصنف هنا أن رجلا خطب امرأة فقالت له: أنت لست من صاحب حسب، فذهب وطلب العلم، يعني لم يكن من عائلة معروفة وفقير، فذهب وطلب العلم حتى برز فيه وصار صاحب علم وحسب. فأتته بعد فترة هذه المرأة لتطلب منه الزواج، فقال لها: لقد عوضني الله عنك خيرا منك، وبسببك طلبت العلم وأنا استغنيت عنك. انظر
طلب العلم في البداية لماذا؟ حتى يصبح صاحب حسب ليتزوج، وإذا به لما أدرك حقيقة العلم ترك حتى المرأة وإن أتته هي على قدميها. والسلف وإن كانوا على إخلاص عظيم كانوا لا يظهرون هذا الأمر، ولذلك قال وليد بن مسلم: سألت الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وابن جريج: لما طلبتم العلم؟ كلهم يقول لنفسي، غير ابن جريج فإنه قال: طلبته للناس. قلت: ما أحسن الصدق، واليوم تسأل الفقيه الغبي لمن طلبت العلم، فيبادر ويقول: طلبته لله، ويكذب إنما طلبه للدنيا، ويقلة من عرف. فهمتم؟ السلف انظر على كثرة إخلاصهم كانوا أكثر ما يخافون من الله، والمتأخرون على قلة إخلاصهم كثير الكلام. قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال: فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. وهذا حق. وقال بعض أهل العلم قال في من طلب العلم من أجل المناصب، قال ولعله من كلام الذهبي أو غيره، نعم، قال ذكر قوما قال نالوا العلم وولوا به المناصب فظلموا، وتركوا التقيد بالعلم، وركبوا الكبائر والفواحش فتبا لهم، فما هؤلاء بعلماء. وبعضهم لم يتق الله في علمه، بل ركب الحيل وأفتى بالرخص وروى الشاذ من الأخبار. فبعض الناس قد يحصل علم ويصل به إلى بعض المناصب، ولكن هذا العلم يكون وبالا عليه والعياذ بالله. ما ذكرته منتقا من كتاب التعالم للشيخ بكر أبي زيد رحمه الله تعالى، وذكر في أول كتابه الحلية هذه المسألة وهي الإخلاص، وذكر أيضا في ما انتقاه من الجامع للخطيب البغدادي، لأنه انتقى طالب الحديث آداب طالب الحديث من كتاب الجامع في آداب الراوي وأخلاق السامع للخطيب البغدادي، وجمعه في رسالة. ذكر أيضا هذا المبحث وهو مبحث عظيم. الحاصل أن من أعظم العوائق عن طلب العلم هي قلة الإخلاص، ولذلك كلما راودتك نفسك بأنك قد حصلت ونلت من العلم، فأنا أنصحك أن تذكر السلف. يكفي أن تقرأ سيرة واحد من السلف حتى تعرف قدرك أنك لست بشيء. فقط واحد منهم تقرأ في أي سيرة من سير الأئمة تخجل على نفسك، وهنا تعلم قدرك. ورحم الله امرئا عرف قدره. صدق من قال: لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. العائق الثاني ترك العمل. وعن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي بسند حسن صحيح، قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. وأخرجه الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم والعمل، وزاد فيه وعن علمه ماذا عمل فيه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لا تكون عالما حتى تكون متعالما، ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. إذن لابد للعالم أن يتعلم، وإذا تعلم لابد له أن يعمل. وكما قال علي: العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. والشافعي يقول: إن الفقيه هو الفقيه بفعله، ليس الفقيه بنطقه ومقاله. وقال الشعبي: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، وكنا نستعين على طلبه بالصوم. وابن مسعود قال، ومر معنا في
حكم ابن مسعود قال إني لأحسب الرجل ينسى العلم بالذنب أو بالخطيئة يعملها. وابن مسعود قال كما روى ذلك الخطيب في هذا الكتاب العظيم وهو اقتضاء العلم العمل، قال تعلموا فإذا علمتم فاعملوا. وأبو هريرة يقول علم لا يعمل به ككنز لا ينفق منه في سبيل الله جل جلاله. وذكر الخطيب رحمه الله تعالى في أول هذا الكتاب كلاما نفيسا، قال ثم إني موصيك يا طالب العلم بإخلاص النية في طلبه وإجهاد النفس على العمل بموجبه، فإن العلم شجرة والعمل ثمرة، وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا. وقيل العلم والد والعمل مولود، والعلم مع العمل والرواية مع الدراية. ثم قال بعدها فلا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم، ولا تأنس بالعلم ما كنت مقصرا في العمل، ولكن اجمع بينهما وإن قل نصيبك منهما. وقال وما شيء أضعف من عالم ترك الناس علمه لفساد طريقته، وجاهل أخذ الناس بجهله لنظرهم إلى عبادته. ثم قال والقليل من هذا مع القليل من هذا أنجى في العاقبة إذا تفضل الله بالرحمة وتمم على عبده النعمة، إلى غير ذلك من الكلام العظيم. وقال بعض الحكماء قال العلم خادم العمل، والعمل غاية العلم، فلولا العمل لم يطلب علم، ولولا العلم لم يطلب عمل، ولأن أدع الحق، شوف هذا الكلام، قال ولأن أدع الحق جهلا به أحب إلي من أن أدعه زهدا فيه. فهمتم هذا الكلام أم لا؟ اللهم تدع الحق لجهلك أفضل من أنك تدع هذا الحق بعد علمك به، لأن هذا من صفة المغضوب عليهم كاليهود ومن على شاكلتهم. يرجع إلى هذا الكتاب الذي هو من أعظم ما يقرأ المرء في هذا الشأن، اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي رحمه الله، وقد حققه الألباني رحمه الله تعالى. وصدق من قال، وهو أظن ابن أبي علي الأصبهاني، قال أنشد، قال اعمل، أبيات طويلة فيها، قال اعمل بعلمك تغنم أيها الرجل، لا ينفع العلم إن لم يحسن العمل، العلم زين وتقوى الله زينته، والمتقون لهم في علمهم شغل. ثم قال في آخرها قال تعلم العلم واعمل ما استطعت به، إياك أن يعتادك الملل. وما أجمل ما ذكر ابن القيم في الفوائد لما ذكر من لم يعمل بعلمه، وهم كعلماء السوء، نسأل الله العصمة من حال هؤلاء. قال علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم، قال ويدعونهم إلى النار بأفعالهم. عجيب. قال فكلما قالت أقوالهم للناس هلموا، قالت أفعالهم لا تسمعوا منهم، فلو كان ما دعوا إليه حقا كانوا أول المستجيبين، فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع الطرق. فهمتم؟ إذن الظاهر يدعو إلى الجنة، والباطن يدعو إلى النار، وبئس الرجل من خالف ظاهره باطنه. ولذلك قال بعض السلف، قال لا تجعل الله أهون الناظرين إليك، والله المستعان. يقول الألبيري، إسحاق بن إبراهيم الألبيري الغرناطي، في قصيدته البديعة التي ينصح فيها ابنه، ذكر فيها أبياتا بعد أن ذكر فضل العلم، قال وإن أعطيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد علمت، فلا تأمن سؤال الله عنه، بتوبيخ علمت فهل عملت، فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست، وإن ألقاك فهمك في مهاو
فليتك ثم ليتك ما فهمت، ستجني من ثمار العجز جهلا، وتصغر في العيون وإن كبرت، وتفقد إن جهلت وأنت باق، وتوجد إن علمت ولو فقدت. فهمتم ماذا يعني في الآخر؟ قال وتفقد إن جهلت وأنت باق، وتوجد إن علمت ولو فقدت. العالم حي بعلمه وإن كان بدنه قد مات، والجاهل ميت ببدنه بعلمه وبجهله وإن كان بدنه حي. قد مات قوم وقد ماتت مكارمهم، وقد عاش قوم وهم في الناس أموات. فهمتم؟ قال وتفقد إن جهلت وأنت باق، وتوجد إن علمت ولو فقدت. ترك العلم أو ترك العمل بالعلم على قسمين: منه ما يكون تركه محرم وهو الذي وردت فيه النصوص، كقول الله جل وعلا: كبر مقتا كرها وانتقاما وسخطا أن تقولوا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الذي ورد فيه الوعيد كحديث النبي صلى الله عليه وسلم والآيات هو ترك الائتمار بالواجبات الشرعية وترك الانتهاء عن المحرمات الشرعية، فهذا هو الذي يكون ترك العمل فيه كبيرة. والقسم الثاني ترك المستحبات وترك اجتناب المكروهات، فهذا قد يذم ولكن لا يدخل في أحاديث الوعيد، إلا أن العالم وطالب العلم لهما أو عليهما بالمحافظة على السنة. إذن القسم الأول ما يأثم تاركه وهو الواجبات، والثاني ما لا يأثم وهو المستحبات، ولكن لا يليق بطالب العلم أن يتركه. وفي الحقيقة في عدم العمل بالعلم هناك تفصيل بديع ذكره الشيخ صالح بن عبد العزيز في أول شرحه على 3 الأصول. قال: ترك العمل بالعلم منه ما هو كفر كترك التوحيد، فهمتم؟ ومنه ما هو واجب كترك العمل بالسحر، ومنه لو تعلم رجل السحر هل يعمل به؟ لا ينبغي. ومنه ما هو محرم كترك العمل بالواجبات، ومنه ما هو مكروه، ومنه أظن توقف عند هذا. فترك العمل بالعلم فيه تفصيل يرجع إلى 3 الأصول. قال ابن الجوزي في صيد الخاطر قال: والمسكين كل المسكين من ضاع عمره في علم لم يعمل به، ففاته لذات الدنيا وخيرات الآخرة، فقدم مفلسا مع قوة الحجة عليه. ولذلك هنا أذكر فيما ذكر الخطيب البغدادي في الاقتضاء، قال بعض السلف قال: إذا قال العلم من لذات الدنيا، فإذا عمل به صار من لذات الآخرة. وهذا لا شك كلام بديع. العائق الثالث وهو الآفة، قال: الاعتماد على الكتب دون العلماء. وذكر كلاما مطولا، منه ما قال الشافعي رحمه الله، قال: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. وقال بعضهم: من أعظم البلية شيخ الصحفية، يعني من طلب العلم من الصحف يعني الأوراق. وقال بعضهم: لا تأخذ القرآن من مصحف ولا العلم من صحف. حتى قال بعضهم أن ما في ابن حزم من شدة هو لأنه لم يطلب العلم على المشايخ وأهل العلم. وهذا وقع فيه بعض حتى من أجلة العلماء كالكرماني شارح البخاري، وقعت عنده أوهام كبيرة في شرحه على صحيح البخاري، وشرحه قبل الحافظ بن حجر، وهو من أول الشروح، وأظنه ثاني الشروح بعد شرح الخطابي. قالوا لأنه صحفي لم يدرس على أهل العلم. وألف رجل
وذكر هذا أظن الشيخ بكر رحمه الله في التعالم أو في غيرها من كتبه. واحد من المتقدمين ألف كتابا يبين فيه أن طالب العلم ينبغي له أن يطلب العلم من الكتب، ورد عليه العلماء وبينوا أن هذا غير صحيح. قد يطلب المرء العلم من الكتب ضرورة، لكن مع بيان أن الأصل هو طلب العلم على أهله الذين تحققوا فيه وبه. وقد يقبل من المرء في مكان وزمان ما لا يقبل في غيره، لا في غير هذا المكان وفي غير ذلك الزمان. وصدق من قال أبو حيان الأندلسي قال: يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا علم لمعرفة العلوم، أو أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. فهمت؟ تصير أضل من هذا الرجل لأنك طلبت العلم من الكتب. وذكر بعض أهل العلم ما في القراءة على الكتب فقط، وهذا صراحة كلامهم كان في عهد قبل وجود الأشرطة، لأن في الأشرطة إنما تسمع أهل العلم كيف ينطقون الكلمات وكيف يتكلمون في العلم. يعني أنت مثلا، وهذا مني استطراد، لو قرأت عمران بن حصين في الكتب لا تجدها مشكولة بهذه الطريقة، فقد تقرأ عمران بن حصين وقد تقرأ بلاية. لكن إذا سمعتها من أهل العلم قالوا وعن عمران بن حصين، قال نطق الأسماء أحيانا لا تتعلمه إلا من السماع. قال في بيان الأخطاء: لو أن رجل أخذ الكتب ودرس، قال التصحيف فيها أمور أذكر بعضها. قال التصحيف العارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ والغلط بروغان البصر، تخطئ في القراءة، قلة الخبرة بالإعراب، فساد الموجود منه، إصلاح الكتاب، كتابة ما لا يقرأ، كتابة ما لا يكتب، مذهب صاحب الكتاب. هذه كلها أمور لا يحيط بها من أخذ كتابا وطلب منه. قال السقم النسخ، رداءة النقل، إدماج القارئ مواضع المقاطع. قال وخلط مبادئ التعليم، وذكر ألفاظ مصطلح عليها في تلك الصناعة. كي يأتي إنسان يقرأ مثلا في كتب المتقدمين يجد الإمام أحمد يقول إني أكرهه، أو الإمام مالك يقول لا هذا أكرهه أو لا أحبه، يقول أنا هو مكروه، ولا يدري أن مكروه هذا اصطلاح بعد. أما مكروه عند السلف هو التحريم، وهو الأصل كما ورد في كتاب الله: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه. وذكر الزنا وقتل النفس وأكل مال اليتيم وغيره، والشرك قبل ذلك. فهمتم؟ وقال كل ذلك كان سيئه عند الله مكروه. ولذلك إذا اشتريت كتابا ينبغي لك أن تعرف مصطلح المصنف. تذكرون معي في توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام للشيخ البسام رحمه الله، ذكر في مقدمته أنه إذا قال الشيخ يقصد به من؟ تقي الدين ابن تيمية. وإذا قال الشوكاني المقصود به نيل الأوطار، ما هو سيل الجراف ولا غيرها من كتبه. وإذا قال صديق حسن خان المقصود به فتح العلام. وإذا قال ابن مفلح المقصود به المبدع والفروع، وإلى غير ذلك من الأمور. وإذا قال مثلا شيخنا، لا هو لم يذكر هذا. بعضهم يقول أن إذا قلت قال شيخنا أقصد به فلان، لأنه هو عنده كم من شيخ، لكن عنده اصطلاح. ولذلك تقرأ مثلا كتاب الروض المربع وحاشيته لابن قاسم، إذا قال الشيخ، أنا لما قرأت الكتاب لم أفهم ما معنى قال الشيخ، فعدت إلى اصطلاح المصنف فوجدت قال إذا قلت قال الشيخ قصدت به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فمعرفة اصطلاح المصنف يعين، بل لا بد منه. ولذلك إذا اقتنيت كتابا، وهذا مما يذكرها العلم في معالم الطلب، يقولون
أنك إذا اقتنيت كتابا وإن كان مجلدا، بل خاصة في المجلدات، قال تقرأ المقدمة، تتصفح مواضع من الكتاب، تعرف محتوى الكتاب وشيء من منهج المؤلف، وتطلع على فهرس الكتاب، تعرف ما فيه عموما، ثم تضعه في مكتبتك. لأن بعض الناس قد تسأله هل عندك ذلك الكتاب؟ يقول لا، ولعله في مكتبته منذ سنين وهو لا يدري به. بعض الناس، وهذا نراه بيننا، أحيانا قد يذكر لك بحث وكأنك أول مرة تسمع بهذا البحث، ولعله موجود في عشرات من كتبك. صحيح؟ ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الوصية الصغرى التي أرسلها يناصح ذاك الرجل من المغرب، قال له كثرة الكتب إذا لم يكن معها علم ومطالعة لا تزيد الرجل إلا جهلا وضلالا، في كلمة نحوها. طيب، العائق الرابع، إذن مر معنا كم من عائق؟ 3. الأول فساد النية، الثالث عدم العمل بالعلم، الثالث ما هو ترك طلب العلم على أهله، إذن وهو الاعتماد على الكتب. العائق الرابع أخذ العلم عن الأصاغر، والأصاغر هنا ذكر الشيخ ابن برجس رحمه الله تعالى كلاما لبعض أهل العلم في من فسر الأصاغر بصغار السن، وبعضهم قال واعتمد على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يطلب العلم عن الأصاغر. الأصاغر كما فسره ابن سيرين وغيره أنهم هم أهل البدع. ثم ذكر الشيخ ابن برجس كلاما، ثم قال ففي هذين الأثرين تعليل لعدم الأخذ عن الصغير، والغاية أو العلة هي خشية رد العلم. نعم. ثم ذكر أن هذا ليس على إطلاقه، لأن نخشى أن يرد العلم إذا أتى من صغير. قال وعلى كل فإن لفظة الصغير عامة تتناول الصغير حسا ومعنى، فالمقصود به الصغير في العلم، وقد تكون المقصود بها الصغير في السن. قال وهذا ليس على إطلاقه في صغير السن، فقد أفتى ودرس جماعة من الصحابة والتابعين في صغرهم بحضرة الأكابر، إلا أن هؤلاء يندر وجود مثلهم في من بعدهم، إلى غير ذلك من الكلام. ثم قال وليس المراد أن يهجر علم الحدث يعني الصغير مع وجود الأكابر، كلا، وإنما المراد إنزال الناس منازلهم، وهذا حق. ولذلك إذا كان من هو أعلم منك فلا ينبغي أن تتقدم بين يديه، على الأقل احتراما له، وإن علمت أنت حقيقة هذه المسألة. ونحن ما أبعدنا عن هذا والله المستعان، حتى أن بعض السلف كان يأتيه الرجل ويذكر له حديثا فيسمعه إلى آخر كلمة يتمها، ثم يقول فأسمعه إلى آخر كلامه والله إني لأعرف ما حدثني به قبل أن تلده أمه، قبل أن يولد يعرف هذا الحديث. لكن نحن ما أن يبدأ الأخ نصف الكلمة إلا ونكمل لنظهر أننا نعلمها، والله المستعان. قال الفضيل بن عياض رحمه الله قال لو رأيت رجلا اجتمع الناس حوله لقلت هذا مجنون، من الذي اجتمع الناس حوله؟ لا يحب أن يجود كلامه لهم. وقال أيضا بلغني أن العلماء فيما مضوا كانوا إذا تعلموا عملوا، وإذا عملوا شغلوا، وإذا شغلوا فقدوا، وطلبوا فإذا طلبوا هربوا. فهمتم؟ إذا علموا عملوا، وإذا عملوا شغلوا، وإذا شغلوا فقدوا، وطلبوا وإذا طلبوا هربوا. هروبا من ماذا؟ من المناصب وحب الشهرة.
قال ابن برجس رحمه الله قال: فيا أيها الطلاب إن أردتم العلم من منابعه فها العلماء الكبار الذين شابت لحاهم ونحلت جسومهم وذبلت قواهم في العلم والتعليم، إلزموهم قبل أن تفقدوهم، واستخرجوا كنوزهم قبل أن توارى معهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. ثم قال: تنبيه: في هذا الزمان اختل معيار كثير من العامة في تقييم العلماء، فجعلوا كل من وعظ موعظة بليغة وألقى محاضرة هادفة أو خطب الجمعة مرتجلا قالوا نعم جعلوه عالما يرجع إليه في الإفتاء ويؤخذ العلم عنه. ثم استطرد في هذا الباب قال: وليس المقصود أن يترك كل من وعظ، لكن أنزلوا الناس منازلهم. من برز في الوعظ يبقى في ميدانه، لكن الذي رآه الآن أن هؤلاء الوعاظ الذين يكثرون الكلام بل أحيانا يكثرون من البكاء، إذا أتت نوازل عظام هم أول من يتكلم فيها، بل لا يتوانى القوم عن مخالفة أهل العلم، وهذا لا شك من أسباب الهلاك. والعاقل من نظر إلى الأمور بميزان الشرع، والناجي من نجاه الله. نسأل الله أن يحفظنا من الزلل في القول والعمل. قال: العائق الخامس قال: عدم التدرج في العلم، وهذا في الحقيقة أيضا من أعظم العوائق التي تجعل رجلا يطلب العلم مع صاحبه لهما نفس المدارك العقلية ونفس الذكاء، وعندهم نفس الكتب، ويدرسون عن نفس الشيخ وفي نفس المجلس، فهذا يصير عالما إماما وهذا يبقى جهولا حائرا، والله المستعان. لماذا؟ بالعوائق التي ذكرناها، وأيضا هذا عدم التدرج في العلم، وهذا جربناه وجربه كل واحد منا، أن العلم الذي تبدأ فيه بصغار الكتب ثم ترتقي تحصل فيه علما ثقيلا يحتمل ما سيأتي بعده من أمور كبار وكتب مطولة. أما إذا بدأ المرء بالطويل ضيع القليل وضيع الكثير، والله المستعان. قال جل وعلا: وقرآنا قرأناه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال جل وعلا: وقرآنا قرأناه لتقرأه. نعم. وقال الذين كفروا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين. قال ابن عباس كما في صحيح البخاري قال: الرباني هو الذي يعلم الناس صغار المسائل قبل كبارها. قال الزبيدي في وظائف المتعلم قال: يجب أن لا يخوض في فن حتى يتناول الفن الذي قبله على الترتيب بلغته ويقضي منه حاجته، فازدحام العلم في السمع مظلة الفهم. وقال: وكثير من الناس منعوا الوصول لتركهم الأصول. والتدرج في العلم كما قال المصنف قال: يكون في أمرين: التدرج بين الفنون والتدرج في الفن الواحد. فالتدرج بين الفنون أنك تبدأ بأهم المهمات، فالاعتقاد مقدم على غيره. فهل يصح بالمرء المبتدئ في الاستقامة وطلب العلم أن يبدأ بأصول الفقه وهو لم يدرس كتابا في الاعتقاد؟ إذا لا شك أن العقيدة هي أهم المهمات. ثم يتعلم المرء ما يجب عليه في دينه من طهارته وصلاته وصومه إلى غير ذلك، وفي نفس العلم يتدرج فيه. فلو أتيت في الفقه، نأخذ مثلا فقه المالكية، يبدأ في الفقه بكتاب التمهيد لابن عبد البر، أو يبدأ بكتاب الذخيرة للقرافي،
أو يبدأ بكتاب المنتقى للباجي أو الاستذكار لابن عبد البر أو غيره، هذا لن يحصل علم، لن يحصل علم. من قرأ كتاب الذخيرة للقرافي شيء من أحكام الطهارة والمقدم شيء من صار مجلد كبير، لن تتقدم أبدا. لكن لو أخذت مثلا كتاب في الفقه المالكي إما مختصر خليل بشرح متوسط أو متن ابن عاشر على ما فيه من أمور لكن بشرح متوسط، الإنسان لا شك يرتقي. فإذا أنهى هذا يصبح عنده تصور المسائل، لأن المتن الفقهي يجمع لك كثيرا من المسائل في مكان معين، فيصبح عندك تصور المسائل الفقهية وتعرف حتى أبواب الفقه تكون عندك. ثم إذا كما يقول ابن سعدي رحمه الله في رسالة له ذكرها المصنف في آخر هذا الكتاب، قال: فإن ما يأتي بعد هذا من المتون يكون في الحقيقة كالشرح لذلك المتن. ولذلك إذا قرأت، وهذا يذكره مرارا الشيخ صالح بن عبد العزيز، قال: إذا قرأت تراجم علماء كبار برزوا في العلم، قال تجدهم يقولون وقد قرأ الأربعين، أو وقد حفظ الزاد، أو وقد حفظ الأجرومية مثلا. إذن هو بدأ بكتب مختصرة. تأتي في العقيدة وتبدأ بقراءة درء تعارض العقل والنقل تظن، أو حتى الطحاوية لابن أبي العز، درء تعارض العقل والنقل الذي يقول فيه ابن القيم: وقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. يقول بعض أهل العلم تمر عشرات الصفحات لا تفهم فيها حرفا واحدا، لجلالة قدر شيخ الإسلام، لأنه بحر من العلم، بحر إذا دخلت فيه تغرق. حتى أن ابن دقيق العيد لما ناقش شيخ الإسلام وتحدث معه قال: ما رأيت مثله ولا أظنه رأى مثل نفسه أبدا. فهمتم؟ إذن الإنسان يتدرج. ففي العقيدة مثلا يبدأ في توحيد الإلهية، ثلاثة الأصول، قواعد الأربع، كتاب التوحيد، كشف الشبهات، ثم يرتقي في الأسماء والصفات، لمعة الاعتقاد، ثم الواسطية، ثم الطحوية والتدمرية والحموية والتدمرية، ويرتقي حتى يصل إلى الكتب الكبيرة كدرء تعارض العقل والنقل ومنهاج السنة النبوية وغيرها. فهمتم؟ أيضا في أصول الفقه تبدأ بروضة الناظر لابن قدامة، لا تحصل شيء. تبدأ بالورقات بشرح بسيط، تحصل علما كثيرا. في فترة قليلة تحيط بالمسألة، عرفت، فهمت، عندك تصور لمسائل أصول الفقه، ثم ترتقي إلى ما بعده. هكذا في اللغة، لو بدأنا في النحو بشرح ألفية ابن مالك أترانا نفهم 1000 بيت، لكن الأجرومية بتعليق مختصر تعرف المسائل عموما، بعدين أرتقي إلى ما فوقه. في التفسير، من اقتنى تفسير الطبري أتراه يستفيد منه؟ أبدا. وهو أظن أتحدث عن طالب علم مبتدئ. لكن من اقتنى تفسير الجلالين بتعليق على ما فيه من المواضع، أو تفسير السعدي، يقرأه الحمد لله عرف معنى الآيات. ثم إذا قرأ تفسيرا بعده هو عارف لمعنى الآية. إذا ما سيأتي بعد اختلاف الروايات وكلام السلف لن يفعل إلا أنه يثبت ما عندك من العلم. وقس على هذا في كل العلوم، في كل العلوم. وهذا حسب تجربتي يكون في علوم الدين والدنيا، حتى في علوم الدنيا، في الرياضيات ابدأ بالكتب الكبيرة لا تفهم شيء، تبدأ بتمرين مختصر ثم ترتقي، هنا تحصل العلم، وهي سنة الله في خلقه. إذا التدرج في العلم، اليوم علم وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقب. قال أبو العينة، قال ذكر كلاما المصنف جميل، قال: أتيت عبد الله بن داود فقال: ما جاء بك؟ قلت: الحديث. قال: اذهب فاحفظ القرآن أو فتحفظ القرآن. قلت: قد حفظت. ماذا قال له؟ قال: اقرأ واتلو عليهم نبأ نوح. مباشرة، أنت حفظت القرآن، اعرف. قال: واتلو عليهم نبأ نوح.
قال فقرأت 10 حتى أنفذته، فقال اذهب الآن وتعلم الفرائض. قلت قد تعلمت الصلب والجد إلى غير ذلك. فسأله فأيهما أقرب إليك من أخيك أو عمك؟ قلت ابن أخي إلى غير ذلك من الكلام. ثم قال لو حدثت أحدا لحدثتك، يعني اختبره في ماذا؟ في القرآن وفي علم الفرائض. يعني الآن لو ذهبت إلى شيخ ويقول لك آية حتى من الخوف لا تستطيع تكمل ربما، فهمتم؟ على كل بالنسبة للعلوم كل إنسان أدرى بنفسه، لكن لا شك أن علم الاعتقاد قبل ذلك حفظ كتاب الله جل وعلا، لأن من حفظ القرآن سهل عليه ما بعده. صحيح أم لا؟ يعني أنت الآيات التي تحفظها تكثر الاستظهار بها وتعينك في عبادتك وفي تدبرك، حتى أن لو أن الإمام قرأ في الصلاة بالجزء الذي تحفظه تكون أخشع في صلاتك لأنك تعلم ما يقرأ. وكما قلت لكم والإنسان يسير على هذا الأمر في كل العلوم. وكما قلت أن الكلام صراحة إنما هو شذرات ونتف ولطائف، ومن أراد أن يكمل فليقرأ الكتاب برمته. العائق السادس قال الغرور والعجب والكبر، وهذا لا شك داء عضال طالما رؤي أصحابه صرعى من هذا الداء العضال، وهو حب الشهرة. قال جل وعلا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض قال ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. والله تعالى قال في الإسراء قال نعم بعدها قال إنك لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك، لكن قبلها نسيت. الحاصل أن الله جل وعلا قال تلك الدار في القصص، قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين. في الصحيحين من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال في مشيته إذا خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. لو أن العالم هذا من السلف اختبرنا في آية الإسراء لن نطلب عنده العلم. نعم نعم بعدها، لكن قبلها ماذا؟ ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن هذا أحسنت، إذن أنا اختلطت علي مع هذه. نعم. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى أفضل الأشياء التزود من العلم. قال أن من اقتصر، لا أدري كلمة غير واضحة في الطبعة السيئة هذه. نعم قال بعدها قال إن اقتصار الرجل على علمه إذا مازجه نوع رؤية للنفس حبس عن إدراك الصواب أو حبس عن إدراك الصواب، نعوذ بالله من ذلك. فالمرء لا ينبغي له أن يرى نفسه، ولذلك قال علي بن ثابت قال العلم آفته الإعجاب والغضب والمال آفته التبذير والنهب. وقال أيوب السختياني رحمه الله ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله جل وعلا. وأيوب السختياني رحمه الله تعالى كثيرا ما تنقل عنه هذه الأمور، فذكروا عنه كما قال شعبة قال أيوب ذكرت ولا أحب أن أذكر ولكننا نحن لم نذكر ووددنا لو أننا ذكرنا. قال شعبة أيضا قال ربما ذهبت مع أيوب
لحاجة فلا يدعني أمشي معه، ويخرج من ها هنا وها هنا لكي لا يفطن له، يهرب من الناس. وقال حماد: كنت أمشي معه، يعني أيوب، قال: فيأخذ في طريق إني لأعجب كيف يهتدي إليها لها فرارا من الناس أن يقال هذا أيوب. وقال بشر بن الحارث: ما اتقى الله من أحب الشهرة. وقال الإمام أحمد: أريد أن أكون في شعب بمكة أو في شعب بمكة حتى لا أعرف وقد بليت بالشهرة. وقال مرة هذا الإمام أحمد لشخص آخر عندما بلغه دعاء الناس، قال: أسأل الله ألا يجعلنا مرائين. والشافعي رحمه الله من فرط إخلاصه ونصح الأمة قال: وددت لو أن الخلق تعلموا هذا العلم وما نسب لي منه حرف واحد. وهذا من عظيم إخلاصه رحمه الله تعالى. قال ابن برجس رحمه الله تعالى، قال: فليحذر الطالب من هذه الصفات الذميمة التي يمقتها الله ويمقتها المؤمنون، فإن من تواضع لله رفعه، وضده من لم يتواضع لله سفل. وإذا حدثته نفسه بشيء من ذلك فليذكر مآله ومصيره، وليعلم أن هناك من هو أصغر منه سنا وأكبر منه علما. قال: قيل لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله، قال له رجل: إن مت ندفنك في غرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لأن ألقى الله بكل ذنب غير الشرك أحب إلي من أن أرى نفسي أهلا لذلك. يعني شوف، لا يرضى أن يوضع مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، ونعم المكان الذي دفنوا فيه صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أصحابه. ثم قال في كلام منتقى من تهذيب الإحياء، قال: ولن يقدر العالم على دفع الكبر إلا بمعرفة أمرين، إحداهما أن يعلم أن حجة الله على أهل العلم آكد، لأن الله أعطاك العلم، علمت فما عملت. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى في صحيح مسلم، قال: والقرآن حجة لك أو عليك، لا ثالث لهما، إما لك إن عملت به، وإما عليك إن تركته. الأمر الثاني أن العالم يعرف أن الكبر لا يليق إلا بالله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: العز إزاري والكبرياء ردائي فمن ينازعني عذبته. إذن هذا الناقض أو العائق ماذا؟ السادس، وهو حب الشهرة وحب النفس والعجب والكبر. العائق السابع استعجال الثمر، وهذا مفاده هذا العائق أن بعض الناس يستعجل، يطلب العلم فترة من الزمن هي في الحقيقة ليست بشيء، وإذا به يريد أن يكون سيبويه زمانه في النحو، وشيخ الإسلام في العقيدة، والإمام مالك في الحديث والفقه. لكن هؤلاء ما وصلوا إلى هذا إلا بعد سنين من الطلب، ونحن نريد أن نستعجل ثمرة العلم. والحقيقة إنما العلم يأتي بالتعلم وليس بكثرة التمني. اطلب العلم، فإذا أدركك الموت وأنت في هذا السبيل فأنت على خير تبيت وتصبح، فإذا مت على هذا مت على خير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم حديث أبي هريرة قال: ومن سلك سبيلا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فأنت في سبيل خير، إذا الحمد لله لو مت على هذا مت على سبيل خير. قال الشيخ، قال ابن برجس رحمه الله، قال: يظن بعض الطلبة
أن العلم لقمة سائغة أو جرعة عذبة سرعان ما تظهر نتائجها وتتبين فوائدها، فيؤمل في قرارة نفسه أنه بعد مضي سنة أو أكثر أو أقل من عمره في الطلب سيصبح عالما جهبذا لا يدرك شأوه ولا يشق غباره. وهذا لا شك كما قيل والجنون فنون، هذا من الجنون هذا. قال والناظر، يعني اختصر كلامه، قال والناظر إلى حال السلف يرى عجبا من صبرهم على مرارة التحصيل وطول الجادة، لا يفترون ولا يتقاعسون ولا يستكبرون، شعارهم العلم من المهد إلى اللحد، أو العلم من المحبرة إلى المكبرة أو إلى المقبرة. حتى قيل للإمام المديني ابن المديني، قيل للشعبي من أين لك هذا العلم؟ قال بنفي الاعتماد والسير في البلاد وصبر كصبر الجماد وبكور كبكور الغراب. بهذا حصلوا العلم. وقال يحيى بن كثير قال لا يستطاع العلم إلا براحة الجسد. وقد ذكر هذا الكلام، وهذه من فائدة ذكرها الشيخ الأخضير وفقه الله، قال ذكر هذا الأثر الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري في صحيحه لما ذكر مواقيت الحج، قد يصعب حفظها، ذكر هذا الأثر في وصف لما كان يتكلم عن المواقيت، ذكر هذا الأثر لا ينال العلم براحة الجسد، يريد يبين أنه وإن صعب عليك هذا فإنك لا تيأس بل اطلب العلم. وهذا لا شك من دقيق فقهه رحمه الله. وقال ابن الحداد المالكي ما للعلم وملائمة المضاجع. العلم يكره كثرة النوم، ليس كحالنا. يعني أحيانا الواحد منا يقرأ كتاب يتعب ينام 4 ساعات لأنه أكمل 4 صفحات، وهذا صحيح. أي صراحة يعني يظلم نفسه الإنسان إذا نسب نفسه لأهل العلم أو حتى لطلب العلم، والله المستعان. طيب، وقيل لرجل آخر بما أدركت العلم؟ قال طلبته فوجدته بعيد المراد، لا يصاد بالسهام ولا يرى في المنام ولا يورث عن الآباء والأعمام، فتوسلت إليه بافتراش الدار واستناد الحجر وإدمان السهر وكثرة النظر وإعمال الفكر ومتابعة السفر وركوب الخطر أو الخطر، فوجدته شيئا لا يصلح إلا للغرس ولا يغرس إلا في النفس ولا يسقى إلا بالدرس. فهمتم؟ كلام بديع. ثم قال أرأيت من يشغل نهاره بالجمع وليله بالجماع، هل يخرج من ذلك فقيها؟ كلا والله، إن العلم لا يحصل إلا لمن اعتضد الدفاتر وحمل المحابر وقطع القفار وواصل في الطلب الليل والنهار. كلام من أروع ما يقرأ الإنسان، فرحمهم الله رحمة واسعة. وهذا مقامات بديع الزمان الهمداني، وفيها بعض الزيادات. قال الشيخ وهذه الزيادات من بعض شيوخنا. العائق الثامن قال دنو الهمة، وهذا أيضا داء عضال والله المستعان، أن بعض الناس همته دنية، ولذلك صدق من قال كن رجلا قدمه في الثرى وهمة هامته في الثريا. الرجل في الأرض أما الهامة في السماء، أو الهمة في السماء. قال ابن برجس رحمه الله قال نرى بين صفوف العلم أو طلبة العلم أناس يمتلكون مواهب جليلة وقدرات هائلة تؤهلهم للزعامة العلمية، إلا أن دنو همتهم يمحق مواهبهم ويزيل بهاء نبوغهم، فتجدهم يقنعون بيسير المعلومات ويأنفون عن القراءة والمطالعة ويتشاغلون عن الطلب والتحصيل أو في الطلب والتحصيل. قال الفراء رحمه الله تعالى لا أرحم أحدا كرحمة لرجلين، رجل يطلب العلم ولا فهم له ورجل يفهم ولا يطلبه،
وإني لأعجب ممن فيه وسع أو ممن في وسعه أن يطلب العلم ولا يتعلم، لأنه ضيع عمره فيما غير العلم، لأنه لو فتح باب العلم وذاق حلاوته لما رضي به بديلا. قال المتنبي قال ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. قال ابن الجوزي على هذا الكلام المتنبي في صيد الخاطر قال وينبغي للعاقل أن ينتهي إلى غاية ما يمكنه، فلو كان يتصور للآدم صعود السماوات لرأيت من أقبح النقائص رضاه بالأرض. لو كان وصول السماوات ممكن عيب ألا تصل. قال ولو كانت النبوة تحصل بالاجتهاد، هذا كلام الفلاسفة، هذا لا كفر، لكن فرضا قال ولو كانت النبوة تحصل بالاجتهاد رأيت المقصر في تحصيلها حظيظا. لكن النبوة لا شك أنها اصطفاء، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. قال ولو أمكنك عبور كل أحد من العلماء والزهاد فافعل، فإنهم كانوا رجالا وأنت رجل، وما قعد من قعد إلا لدناءة الهمة وخساستها. وذلك تعجبني كلمة للشيخ السدحان في كتاب معالم في طريق طلب العلم، وكتاب عظيم في هذا الباب. قال أنت وأنا وشيخ الإسلام وابن حجر وبعض الأئمة كلنا نشترك في قول الله جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. صحيح؟ هذه الآية لنا ولهم. انظر إلى أين وصلوا وانظر إلى أين صرنا. وهذا لا شك على المرء أن تعلو همته. ولذلك ذكر الخطيب في الجامع قصة أن رجل طلب الحديث مرارا ولكنه فشل في طلبه، لم يحصل شيء فترك طلب العلم. ومرة كان مارا وإذا به يرى ماء ينقط على صخرة، وتعلمون أن الماء إذا كان يكثر التساقط على صخرة يجعل فيها ثقبا مع الوقت. فلما نظر الماء أثر في الصخرة، قال الماء على لطافته أثر في الصخر على كثافته، فليس العلم بألطف من الماء وليس قلبي بأكثف من الصخر. قال فعاد فطلب العلم فصار فيه من المبرزين. رأيت الهمة، ارتفعت الهمة فوصل إلى ما وصل. ثم قال الشيخ ابن برجس كلمة جميلة جدا، قال فيا من آنس من نفسه علامة النبوغ والذكاء، لا تبغي عن العلم بدلا ولا تشغل بسواه أبدا، فإن أبيت فأجبر الله عزاءك في نفسك، وأعظم أجر المسلمين فيك ما أشد خسارتك وأعظم مصيبتك. لا شك أن رجل عنده المستوى ليطلب العلم ولا يطلبه فهذا خسارة إنما خسرها المسلمون. ومن الأمور التي تحفز على الهمة أن يقرأ الإنسان ويطالع حتى بعجالة قبل أن ننهي سير السلف. فقد ذكر عن الشعبي رحمه الله أنه قال أنه ما كتب قط، وأنه نسي من العلم ما لو حفظه غيره لصار عالما. هذا ما نسيه فقط. وأنه ما حدث أحد عنده بحديث إلا حفظه ولم يطلب إعادته. وقال لو شئت لأنشدتكم شهرا ولا أعيد. في كلمة أخرى قال لو شئت لأنشدتكم شهرا شعرا. شهر كامل هو يقول بالشعر ولا يعيد البيت الواحد ولا يتوقف. وذكر عن الزهري أنه كان يكتب كل ما سمع وما دخل قلبه علم فنسيه. وذكر عن يحيى ابن يمان الكوفي أنه كان يحفظ في المجلس الواحد 500 حديث. نحن 40 سنوات ولم نكملها. فهمتم؟ عمدة الأحكام لو رأيناه نخاف
وهو كم عمدة الأحكام 300 أو بضعة عشر حديثا و500 في مجلس، لا شك أن الأمر يفوقنا. وذكر عن يزيد بن هارون أنه قال: حفظت حديث الفتون في جلسة وأحفظ 20,000، فمن شاء فليدخل فيها حرفا، دخل حرف يخرجه هو مباشرة. حديث الفتون أظنه يشير إلى حديث قصة موسى عليه السلام مع الخضر ومع قوم بني إسرائيل، ذكرها ابن كثير في قصص الأنبياء، وهي سمي حديث الفتون لأنه جاء عند تفسير قول الله جل وعلا: وفتناك فتونا في سورة طه. فهمت؟ عند هذه الآية يذكر أهل العلم هذا حديث الفتون، وقد ذكره في فصل مفرد ابن كثير في البداية أو في قصص الأنبياء. نعم. ثم أشار إلى هذا الشيخ. نعم. طيب، إذن دنو الهمة ذكر ابن الجوزي في فيض الخاطر قال: فالله الله عليكم بملاحظة سير السلف ومطالعة تصانيفهم وأخبارهم، فالاستكثار من مطالعة كتبهم رؤية لهم. قال: وليكثر من المطالعة، فإنه يرى من علوم القوم وعلو هممهم ما يشحذ خاطره ويحرك عزيمته للجد. والشيخ صالح بن عبد العزيز عنده شريط نافع في هذا الشأن اسمه همة السلف في طلب العلم، ذكر منه نماذج، حتى أن رجل جاء إلى الإمام المفسر محمد بن جرير الطبري، وكان لم يطلب بعد علم الفرائض، وعلم الفرائض يقال أنه يمكث فيه المرء أسبوع، فأتاه فسأله في أول النهار عن مسألة في الفرائض، فاستحيا أن يقول له: لا أعلمها. قال: ارجع إلي في آخر النهار. قال: فعاد فطلب كل علم الفرائض الذي يطلب في أسبوع، قرأه في نصف نهار، فلما أتاه في آخر اليوم أجابه بكل سهولة. فهمتم علو الهمة؟ شيخ الإسلام في تفسيره على سورة النور قال: أردت أن أبحث عن السلف هل أول آية من آيات الصفات؟ قال: فعدت إلى أكثر من 100 تفسير طلعها شيخ الإسلام حتى يرجع. من المعاصرين الألباني رحمه الله تعالى كان يحقق في كتاب لابن أبي الدنيا، فسقطت ورقة من هذا الكتاب لم يجدها الشيخ الألباني، فبحث عليها في كل المكتبة الظاهرية، مئات الكتب. قال: فلم أجدها. قال: ولما كنت أبحث قال: مرت علي فوائد عظيمة. قال: فقلت لا بد أن أعيد أقرأ وأطالع كل الكتب التي هي في المكتبة لأدون تلك الفوائد. قال: فعدت وأعاد المرور على كل الكتب الموجودة في المكتبة الظاهرية، وهذا جره إلى ماذا؟ ألف كتابه فهرس الكتب الموجودة في المكتبة الظاهرية، وذكر هذا في مقدمة هذا الكتاب. قال: فلما قرأت في سبيل الورقة، حتى سماه الورقة الضائعة، قصة الورقة الضائعة، قال: فتجمعت عندي عشرات بل مئات الأوراق من الأحاديث والفوائد والدرر. ولذلك إذا اطلعت كتب الشيخ يأتي بفوائد وأحاديث وأسانيد لم نجدها ربما، أو لا تجدها في كتب متداولة بين الناس. ليش؟ لأن الشيخ بحث عنها من بطون الكتب. وذكر الشيخ صالح بن عبد العزيز في شريطه عوائق الطلب قال: مرة اتصلت بالشيخ محمود شاكر الذي حقق الطبري، هذا الأديب، والذي حقق طبقات الشعراء أو فحول الشعراء وغيرها من كتب الأدب رحمه الله تعالى، وحقق أجزاء من تفسير الطبري، وهو قريب أو أخ أحمد شاكر. قال: اتصلت به وطلبت منه أن يعطيني أو ينصحني بكتاب في اللغة العربية لأقرأه. فقال لي: اقرأ لسان العرب لابن منظور. قال: فقلت له: يا شيخ هذا الكتاب في 20 مجلد. قال: ايش 20 مجلد؟ قال: إن كنت لا تريد هذا فاذهب فكن بقالا أو بحارا، لكن أنت لا تصلح للعلم. هكذا قال له: ماذا 20 مجلد؟ قال: لقد قرأناه على شيخنا مرتين ولم نكمل الثالثة. انظر الهمة. قال: قرأناه على شيخنا، هذا محمود شاكر، مرتين، لسان العرب لابن منظور 20 مجلد مطبوعة وخط صغير، وتجد خط في الوسط
والكلمات جاني متعب مرتين ولم يكن الثالثة. عجب، يعجب المرء من هؤلاء القوم. العائق التاسع والعاشر هو التسويف والتمني. والتسويف والتمني داءان خطيران يفسدان القلب والوقت ويعرجان بالمرء إلى عالم الخيال. ولذلك بعض السلف جاءه رجل وقال أوصني، قال احذر سوف، إياك وسوف. وقال بعضهم سوف من جنود إبليس. وذكر الخطيب البغدادي في آخر كتابه اقتضاء العلم العمل فصل في التسويف، قال ذم التسويف. وذكر عن الحسن أنه قال إياك والتسويف فإنك بيومك ولست بغدك، فإن يك غد لك فكن في غد كما كنت في اليوم، وإن لم يكن لك غد لم تندم على ما فرطت في اليوم. أما سوف 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 كما قال القائل أعمارنا تمضي بسوف وربما، لا تغنمون سوى عسى ولعل ما، هم المسوف كالتعلق بالسماء، أعماركم تمضي عجالا إنما أعماركم سفر من الأسفار. العمر يمر بسوف. وكما يقول ابن القيم التسويف والتمني. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج، قال أن ركوب بحر، أن من مفسدات القلب ركوبه بحر التمني. قال وهو بحر لا ساحل له، وهو البحر الذي يركبه المفاليس، مفاليس العالم. قال وبضاعة ركابه مواعيد الشيطان وخيالات المختال والبهتان. ولذلك قيل لبعض الحكماء من أسوأ الناس حالا؟ قال من بعدت همته واتسعت أمنيته وقصرت آلته وقلت مقدرته. ولذلك جاء في حديث الترمذي وذكره النووي في الصحيحين وضعفه الشيخ الألباني أنه قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما يروى الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. يتمنى ويتمنى ويتمنى ولكن العمل ليس هناك شيء. والشيخ ابن برجس عنده كتاب سماه أحكام التمني مطبوع، وذكر منه هنا بعض الفوائد. قال وأما التمني فمنه ممدوح ومذموم. فأما الممدوح فهو أن يتمنى فعل الخير المندوب ولا يستطيعه، وله 3 شروط. يعني قد تتمنى أن تحفظ وتتمنى وأنت سائر في طلب العلم، هذا تمني مندوح وهو قد يدخل في علو الهمة، لكن هذا عنده شروط. أولا أن يكون العزم على الفعل متى قدر عليه. الثاني كونه في حدود الشرعيات، لا تتمنى شيء يعني زي يتمنى أن يكون النبي، هذا مجنون، فهمتم؟ الثالث أن لا يكون ديدا الإنسان، أتمنى أتمنى أتمنى. هذه الشروط الثلاثة يكون التمني أمر مطلوب أو محمود. قال الشاعر تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء والجنون فنون. إذن هذه هي العوائق. ولا شك أن هذا الباب باب فتح، وينبغي لكل واحد منا أن يقرأ كتب طلب العلم وآداب الطلب. حتى وإن أطلت عليكم فقد أذكر جملة من الكتب التي اهتمت بهذا الشأن لا بد أن نحرص عليها. من المعاصرين حلية طالب العلم لبكر بن زيد رحمه الله تعالى، وكتابه التعالم ذكر فيه، وأيضا كتاب معالم في طريق طلب العلم للشيخ السدحان جيد، وأيضا كتاب في أداب طالب العلم لمحمد سعيد رسلان أيضا كتاب جيد ومختصر. أيضا في كتاب للشيخ حمد العثمان فيما أذكر اسمه النبذ في طلب العلم. وغير هذا من الكتب. أما في كتب المتقدمين كتب الخطيب البغدادي ما من فن في فنون الحديث إلا وألف فيه، كالجامع في أداب الراوي وأخلاق السامع والفقيه والمتفقه والرحلة في طلب العلم وتقييد العلم واقتضاء العلم العمل وغيرها، كتاب تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة، وكتاب أدب الإملاء والاستملاء للسمعاني، وما تناثر من كلام الذهبي في كتابه السير وغيرها. ومن الأشرطة يحرص المرء على أن يسمع أشرطة الشيخ صالح بن عبد العزيز فإنه برز في هذا الشأن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.